اهلا بكم من مطبخي مطبخ حلو حدا ام احمد. ازيكم حبايب قلبي؟ كلهم متابعيني عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين على عيونكم وصباح النشاط وصباح روتين يوم الجمعه. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وخير ما بعده واستعها علينا كلنا، اللهم امين. النهارده طبعا قايمه من بدري جدا، من الساعه 7، لان عندي النهارده اوردرات كتير ومجهزه زي ما انتم شايفين كده الاسبونشات من بالليل. الست لولو يا دوب انا قمت من جنبها، طبعا هي بقت بتنام جنبي دلوقتي، قامت رايحه صاحيه على طول. هي قعدت شوية، يعني أكلت حاجة خفيفة كده وقعدت بقى تتفرج على التلفزيون. جابت على القناة بتاعت البت لولو اللي بتنوح ليل ونهار دي، بتحبها قوي، مش عارفة اسمها ايه القناة دي. وقعدت تتفرج عليها. قلت لها لما اخواتك يصحوا يبقى نحضر الفطار. طبعا انا كنت مجهزة الاسبونشات من بالليل، فبدأت ان انا اقفل فيهم، لان عندي الاوردر اللي مجهزاه من بالليل ده هيتسلم الساعة 12، يعني الظهر، واحنا وقت صلاة، فعايزة اخلص بدري. فقفلت الجاتوه وقفلت التورته، وفي تورتايه مش هتتسلم دلوقتي فركنتها على جنب على ما الولاد صحت. كانت الساعه بقت ايه تقريبا 8:30 كده ولا حاجه. خلاص بقى هي قعدت تصحي في اخواتها، كانت جات بقى قوموا يا اخواتي، قوموا يا بتوع الهويه، قوموا يا اخواتي، قوموا يا اخواتي. لما صحوا بقى انا كنت جايبه امبارح فول من رجل الفول. احنا عندنا في واحد بيمشي بعربيه كده اسمه رجل الفول، وبنت اللي مسميه الاسم ده. فاوقات ما بيعدي كده بنجيب منه، بس الفول بتاعه بيبقى حلو، بس هو عيب ان هو بيبيع شويه صغيرين، بس الفول بتاعه بيبقى جميل، بيبقى زبده وجميل. فجبت كيس كده ب5 جنيه، قلت نبقى نعمله نفطر منه. عملت بقى فص توم على حبايه طماطم وشويه بهارات بقى، وطبعا عصره الليمونه اللي ولادي بيموتوا فيها. وانا كنت جايبه اللبن من بالليل، غليته بالليل. كنت عامله ليا انا واحمد هوت شوكليت، لان هو اللي كان سهران معايا، الباقي كان نام. فاللي بقى سخنته عشان نعمل كده شويه شاي بلبن. احنا نفطر فول بس، يعني فول وجبنه، ولا اكتر ولا اقل. نلم الدنيا على كده، الدنيا بقت خلاص، يعني عايزه اقول لكم فضت هوت علينا الدنيا، هوت علينا. يلا ربنا يصلح حال ابو احمد يا رب وافتح له ابواب الرزق، اللهم امين. تمسنا النار إلا أياما معدودة. عايزه اقول لكم بقى وانا بحضر الفطار، واحده كلمتني عايزه تورتتين، فجهزتهم كده. يعني وانا واقفه كده ضربت، حطيت الاسبوتشات في العجان ودخلتهم الفرن على ما اقعد افطر يكونوا هم طلعوا من الفرن. وهنا بقى بعد ما خلصت الفطار الحمد لله وقفلت الشغل اللي هيتسلم الظهر، لان ما فيش فيها تاخير. يعني دي التورتايه وده الستادي اللي جاتوه، حطهم في الديب فريزر. وكنت ضربت الاسبونشات اللي مطلوبه مني. يعني يا دوب انا فطرت وقمت قفلت الشغل، جالي رساله، يعني جالي رساله تقريبا الظهر الساعه 12 كده: ام احمد انا عايزه عايزه تورته وجاتوه. فضربت الاسبونجات على طول برضه يعني شغلت الدنيا على طول. المطبخ بقى ما اقولكوش يضرب يقلب. طبعا انا ما روحتش السوق، انا بعت لينا واحمد، هم اللي راحوا السوق جابوا لي الطلبات اللي انا عايزاها. وبدأت ان انا اجهز بقى بقية الشغل. دول اللي انا ضربتهم لسه، بس يعني ايه، عايزين شوية يرتاحوا. يعني انا كنت حطاهم في الأوضة عشان خاطر يتوم، لان المطبخ طبعا الفرن شغال فيه وحر، فقلت اما احطهم في الأوضة كده يتوه عشان يبردوا معايا على طول. قلت لنا هاتيهم بقى، هم كانوا بردهم، يعني ممكن نشتغل فيهم دلوقتي اهو. ده لسه اللي عايز يتقفل. عايزه اقول لكم كنا ساعة اذان الظهر بالظبط، كانت الولاد راحت تصلي. شايفين كنت جايبه على القناه بتاع السعوديه، كانت خلصت اصلا والدنيا زي الفل، مرتباها ومرتبه اوضه العيال واوضتي وكل حاجه. بس طبعا الست لولو يلا يا ماما نقلي لي الهدوم بتاعتي في الاوضه مكان بابا، يعني في الدولاب مكان هدوم بابا. الدولاب بقى فضى، وهي اصلا هدومها كتير ومش لاقيين لها مكان، يعني الدولاب الصغير مش مكفي هدوم العيال، خصوصا الهدوم الشتوي كتيره. فعماله تشد فيها وتعالى يا ماما نعملهم، تعالى يا ماما. انا طبعا رفعت هدومها واحمد الباقيه كلها فوق وفضيت بقى الدنيا دي. فقلت لها يا لينا انا عندي شغل كتير مش هينفع، انا هروح اقفل الشغل وبعد ما اخلص ان شاء الله ابقى اقعد اعمل لك الدولاب براحتك واعمل لك كل اللي انت عايزاه. طبعا الصبيان كبار فهم عملوا دولابهم بقى، يعني هم رتبوا دولابهم. وكل واحد بقى ايه خد ضرفه، يعني ده خد ضرفه وده خد ضرفه. والشماعه اللي بتتعلق دي العلب بقى اللي انا هقفل فيها الشغل، اللي انا احط فيها الشغل. احمد خد الضرفتين اللي فوق دول. طبعا في هدوم كتير اصلا في الغسيل وهدوم كتير على الحبل، لما نبقى نلمهم بقى. ودي الجواكت بتاعتهم. ولينا برضو الجواكت، لينا لسه الجواكت بتاعتها كانت مغسولة الاتنين، ما كناش لسه علقناهم. ومحمود اخد دول، حط هدوم المدرسة فوق واخد التلاتة دول، لان طبعا الهدوم الشتوي انتوا عارفين مكلكعة والدولاب ما كانش مكفي العيال. هخش بقى على المطبخ اكمل تقفيل، لان احنا كنا لسه بدري، فانا مش هحضر الغدا دلوقتي. انا بحب اقفل الشغل بالدور كده، يعني باللي طالب اللي طالب الاول او حسب التسليم. يعني كان في اللي كان هيسلموا الظهر دول مجهزه بنشاتهم من بالليل،
وقفلت بقى تورتتين، انا كنت قفلت 2 ولسه 2. فخلاص الولاد جاعت بقى وما عادوش قادرين، يا ماما احنا جعانين حرام عليك يا ماما، بابا مش ما عدتش هتاكلين. قلت لهم والله اللي عايز غدا يجي يساعدني. فقلت على الاقل الم الدنيا كده عشان اعرف اعمل الغدا. عايزه اقول لكم الدنيا كلها كانت تضرب تقلب. فقلت لهم بس تعالوا معايا نلم الدنيا كده عشان خاطر نعرف نعمل الغدا. كانت الحاجات دي بتاعه التزيين ببقى فرداه وكلها قدامي كده على الرخام عشان اعرف انا هحط ايه واعمل ايه، لان لو الحاجه في الضرفه ما بفتكرهاش، ومش هقعد امد ايدي كل شويه في الضرفه واجيب واطلع. فببقى فارده كل الحاجات، الكريسبيات، طحنه، بسكوتات اوريو او بسكوت لوتس، وطحنه مكسرات، يعني حاطه كل حاجه حواليا كده. والله احمد راح يجيب شويه الرز، فلقيت ايه، شويه كريمه كانوا يجوا يقفلوا نص دست الجاتو دول. قلت له احمد الكريمه دي لو قعدت هتخيس، يعني قفلت تورتتين وكان باقي شويه كريمه. قلت له الكريمه دي قعدت هتخيس. قال لي يعني ايه يا ماما؟ قلت له بص انا هقفل نص دست الجاتو ده في ثانيه، وبعد كده نعمل الغدا، وبعد كده ابقى اكمل شغل بقى. كان هو راح يجيب لي الرز من البستله. انا حاطه الرز في البستله ما كنت وريته لكم، بخزنه كده بدل الملح، بيفضل عندي فتره ايه كويسه يعني ما بيجرالوش حاجه. فقلت له بدل ما الكريمه تقعد وتخس، لان الكريمه طبعا لما بنركنها بنكون ضاربينها بتبقى منفوشه وحلوه، نركنها شويه نلاقيها خست كده. فقفلتها بقى، والتورتتين دول بعد الغدا ان شاء الله، بعد ما اجهز الغدا ابقى اقفلهم. ممكن وانا بعمل الغدا ابدا ان انا اقفلهم كريمه يعني وانا بجهز كده. انا جايبه الحاجه، او احمد جايب الحاجه بتاعه السوق من الساعه 11 وهي محطوطه مكانها على الارض. والله ما فتحت الكيس ولا شفت هو فيه ايه. طبعا انا مش هعرف اعمل الغدا ولا اعرف اعمل اي حاجه، والحوض زي ما انتم شايفين كده، الحوض مليان مواعين. كل المواعين دي بتاعه الشغل، يعني ما فيش فيها مواعين بتاع الفطار وبتاع الشغل. ما فيش فيها مواعين من امبارح، انا كنت بالليل غاسله المواعين. ما كانش فيه في الحوض غير لبانه اللي كنت عامله فيها الايس كوفي والكوبايتين بس، ما كانش فيه الا كده. انما كل المواعين دي تبع الشغل بقى، والتحضير والتجهيز والجناش والحاجات دي كانت كلها متوسخه بقى. فغسلت الرز بقى وولعت عليه. قلت له احمد انا مش هعرف اعمل اي حاجه الا لما اغسل المواعين. يا حرام عليك يا ماما انا ميت من الجوع. قلت له ماشي، اما الرز يستوي، ما الرز ياخد وقت عما يستوى، وعما هو يتردد يكون انا جهزت السمك، فالاكل مش هياخد حاجه. قلت له ما تيجي يا احمد بقى. بقعد اسنجه بقى، يا رجلي انا تعبان. مثلي يا ماما. والله ما بمثل اني تعبان. قلت له تعالى يا احمد ساعدني، بص انا هغسل بسرعه وانت شطف عشان خاطر نخلص المواعين بسرعه. فجاي واقف بقى وعمال يبرطم بقى ومش طايق نفسه. فعمال يبرطم ومش طايق نفسه. قلت له بس تعالى ساعدني بس. الحلتين بس بتوع العجان والكوبايات والحاجات دي هي اللي ماليه الدنيا، بس هما ما كانوش مواعين كتير قوي، يعني هما ما كانوش كتير، بس كانت الحلل بتاع العجان والحاجات دي كانت ماليه الدنيا. النهارده الدنيا اتكبست معايا فجاه كده، يعني تورتتين يا ام احمد، لا تورته وجاتوه يا ام احمد، لا مش عارفه ايه، يعني كبست معايا شغل كده ما كنتش مجهزه له. اما بيكونوا حاجزين من بالليل وانا مجهزه الاسبونجات بتبقى الدنيا اسهل. بتبقى الدنيا اسهل. انا بقوم اقفل على طول، كنت قفلت كله ورا بعضه ورا بعضه. يمكن على، انا قايمه من الساعه 7، يمكن على الظهر كنت خلصت تقفيل الشغل. بس هو بقى ايه، اتحجزوا على مراحل، في اللي اتحجز الساعة 9 كده ساعة الفطار، وفي اللي اتحجز بعد الظهر. فعما بقى الاسبونشات بتبرد ومش عارفه ايه بتاخد وقت معايا. فخلص بقى المواعين دي كلها. طبعا في الشتاء ده كل الحاجات اللي فيها شوكولاته لازم ميه سخنه، ما بتنضفش ولا بتطلع الا بميه سخنه. يعني الطبق اللي كنت مسيحه فيه شوكولاته، الحله اللي كان فيها جناش الشوكولاته، الحاجات دي كلها لازمها ميه سخنه عشان خاطر تطلع معايا على طول. انما في الصيف لا عادي ما بتحتاجش. يلا نشوف احمد جاب لنا ايه من السوق. جاب لنا مقرمشات، لازم ايه، عيالي خلاص كتبوا كتابهم على المقرمشات. وجاب لنا برتقان، جاب لنا طماطم، وجاب لنا بسله، وجاب لنا قمر. هو ابني اللي جايب بكيفه النهارده، اللي انا هجيب سمك واجيب الحاجه اللي على ما دام انا اللي هروح. قلت له والله هات اللي انت عايزه. بس نسى يجيب لنا خيار، كنت هجيب له على الخيار، نسى يجيب لنا. جاي البسله دي الكيلو ب 30 جنيه. هي لسه طالعه بقى فايه غاليه، فشويه كده سعرها هينزل، نبدا نخزن لرمضان بقى. عايزه اقول لكم فكره حلوه قوي بخصوص شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. بصوا بقى، عايزاكم النهارده كده من اول النهارده هاتي برطمان من بتاع المطبخ، بلاستيك او ازاز او اي برطمان، او حصاله لو انت مثلا بتخرجي تجيبي حصاله، بس الاسهل برطمان. بس هي الحصاله حلوه علشان خاطر احنا ايدنا عايزه تتضرب كده وما ناخدش منها. انما البرطمان سهل ان انت تفتحيه وتاخدي منه. عايزاكم بقى من اول النهارده نبدأ كده نحط في الحصالة كل يوم 10 جنيه، 5 جنيه، 20 جنيه، يعني كده اللي يطلع معاكي حطيه في الحصالة. اما نيجي بقى داخلين على شهر رمضان ان شاء الله هينفعنا بقى. نجيب بقى مثلا زينة رمضان، نجيب ديكورات، نجيب حاجات احنا عايزينها كده نغير من شكل الدنيا في رمضان، او تجيبي لك حاجة على العيد. يعني عايزة كده ان احنا نبدأ لنفسنا، يعني عايزة ده مش عشان خاطر لبس ولاد ومش عارفة لبس ولاد والحاجات دي. عايزين يا اما نسرق بنك يا اما ناخد كارت عشان نجيب لبس العيد السنة ان شاء الله. انما انا عايزه ده يبقى لديكورات رمضان.
بتحب تجيبي ديكور في المطبخ حلو، يعني انا من نوعيه الناس احب اجيب طقم كوبايات عليه رمضان جديد، صينيه جديده كده، احب كده شهر رمضان دخلته تبقى فرحه للبيت كله كده، والواحد يحس بفرحته كده، زي ما يقولوا كده ومن يعظم شعائر الله. احنا لا يعني احنا لازم نفرح، لازم نفرح بقدوم الشهر ده، فنجيب ديكورات او نجيب حاجه جديده، اسدال جديد كده لصلاه التراويح والصلاه في رمضان، يعني حاجات كده نهون على نفسنا بيها احنا كأمهات. مش هقول احنا هنجيب للعيل، ما احنا على طول بنجيب للعيال، بس احنا دايما ناسيين نفسنا، فدي حاجه تبقى لنا احنا. سواء انت هتعملي ديكور في المطبخ، سواء انت هتجيبي حاجه جديده كده في المطبخ تحسني بقى نفسياتك، هتجيبي اسدال جديد لرمضان، حابه تجيبي مثلا حاجه ولا كده، فنبدا من اول النهارده كده نبدا نحوش الشهرين دول مثلا او الثلاث شهور دول، هيبقوا اقل من 3 شهور. فانت لو رايحه السوق كده وفاض معاكي 20 جنيه، روح اسقطها في قلب الحصاله. 10 جنيه روح حطها في قلب الحصاله. 20 جنيه روح حطها في قلب الحصاله، على قد ما قدرتك او على قد ما يجي معاكي. او فكه، عارفين الفكه دي بتتفرفط من هنا لهنا. بتجيبي طلبات فاض معاكي 3 جنيه، 2 جنيه، 5 جنيه، فضيه. الفضيه دي بتضيع، بتروح هنا وهنا وبتضيع. ابدأ ان انت حطيها في الحصاله، ونيجي بقى على شهر رمضان، على دخلة شهر رمضان، روح فاتحين الحصاله دي بقى، نشوف بقى احنا هنجيب بقى معانا كام، او احنا حوشنا كام، كل واحد وما قدرته، يعني حطي على قد ما انت قادره، ونجيب بهم بقى ايه شويه حاجات بسيطه كده. والله ربنا سهل عليكي وحطيتي اكتر، يا تمام، حلو قوي، مفيش مشكله، ممكن تعملي اي تجديد بسيط. نعمل على قد الحاجات اللي احنا حوشناها، ولا على قد الفلوس اللي احنا حوشناها، بدل ما كل حاجه عماله تتصرف كده. بس انا من رايي الحصاله افضل، لان البرطمان ده اقل طلب هتحتاجيه تروحي فاتحه البرطمان واخده منه. انما لما يكون حصاله مقفوله، لا، احنا اكيد مش هنفسخ الحصاله عشان نجيب طلب ب 10 جنيه ولا ب 15 جنيه. قال لنا بقى القمره دي عندنا اسمها سمك قمر احمد، كان جايب لنا 3 ارباع كيلو. الكيلو منها كان عامل 90 جنيه، مش عارفه التلات ارباع بعمل كام. حطيت عليها بقى ليمون ورشه من الدقه كده، وعملت رز ابيض. طبعا الزيت اللي باقي من السمك ده انا استنى ما يبرد واحطه في البرطمان، عشان خاطر نبقى نعمل صابون من زيت المستعمل، زيت السمك المستعمل، الكيلو ب25 جنيه. ايوه. وعملنا البصل بقى، السلطه احمد اللي عملها طبعا، لانه هو بيساعدني عشان خاطر نخلص الغدا. هنروح بقى اتغدى انا وهو ولينا ومحمود، وبعد كده ابدا اقوم. انا طبعا كنت اشتلت التورت من هنا لزبونشات عشان خاطر ما تلقطش اي روايح، فاشتلتها دخلتها الاوضه تاني. وبصوا، ده الحمد لله بعد ما خلصت تقفيل. طبعا المطبخ ما اقولكوش كان يضرب يقلب، مواعين بقى سمك ومواعين مش عارفه ايه، والرخامه زي ما انتم شايفين كده كانت مليانه كريسبيات وحاجات. انا بدات ان انا الم الحاجه الاول، لميت الكريسبيات والحاجات رجعتها الظرف. طبعا العلب بتاع الكريسبيات والحاجات دي بتبقى ملحوسه لحوسه الدنيا بقى من الكريمه والشوكولاتات وكده. ببدا ان انا اجيب فوطه مبلوله وامسحها الاول، امسح البرطمانات بتاعه الجلوهات، البرطمانات بتاع النوتيلا من بره، كله بتمسح وبستفهم في الضرفه. وبعد كده ببدا امسك الرخامه امسحها من اي فتافيت او شوكولاتات، وبعد كده بمشي عليها الليفه كده بالصابون في السريع وامسحها. وبعد كده بقوم رايحه جايبه برضو الفوطه ومسحه مطوقه العجانات من اي حاجه لازقه عليها او طرطشه كريمه او كده، وبغطي بقى الحاجه بتاعتي. البوتاجاز برضو اديته مسحه على السريع، ما غسلتوش، انا مسحته بس بالفوطه على السريع كده، ما كانش فيه حاجه مبقعه ولا حاجه. ودي كلها المواعين اللي طلعت معايا النهارده، كل دي بقى غير اللي انا غسلاهم الصبح. اللي انا غسلاهم الصبح بقى انا اشتلتهم من المطبقيه عشان اوسع لنفسي، بس انا مش هغسل دلوقتي، يعني لازم اقعد ارتاح شويه. وبعد كده بقوم اغسلهم، لان خلاص ما عدتش حرفيا، ما عدتش قادره اقف على رجلي، يعني ما عدتش قادره. ده الزيت بقى اهو، انا بحطه بحاله كده، لما باجي اطلعه اعمله ببقى اصفيه بقى يبقى يتصفى وقتها. فدي المواعين اللي طلعت معايا، هقعد اريح شويه وبعد كده ابقى اقوم اكمل المواعين. انا بقى من ساعه ما اتغديت وريقي ناشف، وحاسه ان انا عايزه اشرب اي حاجه، اي مشروب، اي حاجه، بس عماله اقول اشرب نسكافيه. بس انا واكله سمك يا اولاد، بقى اروح اعمل نسكافيه بلبن وبتاع، ما بحبش جو اللبن ده، بحس ان هو بيقوم وجع لي بطني بعد السمك. فقلت اما اعمل شويه شاي وخلاص. فهنا بقى على ما الشاي يبرد، لان كان سخن نار، رحت كده نشرت دوره الغسيل دي في السريع كده، ولميت اللي كان على الحبل وحطيت في الغساله. انا بستخدم اوكسجين ده، عايزه اقول لكم بيخلي ريحه الهدوم تحفه. الاكسجين ده رهيب. بقوم فاتحه الكيس كده وحطاه زي ما هو بحاله كده، بس ما بنزلش اللي فيه، هو بحاله في الغساله. بس طبعا مش هدورها دلوقتي، هدورها بالليل، لان الميه ما بتطلعش دلوقتي الا بالموتور. احنا كنا دلوقتي تقريبا المغرب، يعني كنا المغرب الساعه كانت 5،
الحمد لله خلصت كل الشغل، وفي حاجات اتسلمت وحاجات كانت لسه في الفريزر ما اتسلمتش. الهدوم كانت لسه على السرير ما طبقتهاش، دلوقتي بس هقعد اريح شويه وبعد كده ابقى اطبقها. انا في القعده دي ممكن قدامي ساعتين 3 ساعات على ما اقوم اتحرك من مكاني، ما اقعدش اقدر اقوم اعمل حاجه. طبعا يوم السمك ده بيبقى الدنيا كده تحس ان فيها ريحه زفاره من آلية وكده خصوصا، فولعت بخور لاني ما ولعتش النهارده ساعه الصلاه لاني كنت ملبوخه. فولعت شويه بخور بقى وشربت الشاي وجبت شويه مقرمشات وقعدت بقى لحد عايزه اقول لكم بعد العشاء، يعني بعد العشاء كده لما قمت بقى ايه كان خلاص كل الشغل اتسلم، وقمت بقى اغسل المواعين واشوف اللي ورايا. طبعا بنتي شافتني قمت اغسل المواعين واطبق الهدوم، ماما الدولاب يا ماما والله من الصبح كل 3 دقايق الدولاب يا ماما الدولاب يا ماما. قلت يلا ما ارتبه لها، يعني كده كده مطبقه لها الهدوم وهحطها لها في الدولاب، فرتبت لها الدولاب بتاعها مبدئيا كده، لما بقى بعد كده نعمل فيه اي تعديل بقى احنا عايزينه. فحط والله الهدوم على بعضها برضو تحسوا ان هي مش مريحاني كده، حاسه انا مش مرتاحه لها. بس المهم ان انا رتبت لها، حطيت لها فوق شويه فوق ولبس المدرسه وشويه تحت، والحاجات اللي هي بتخرج فيها حطيتها لها على الشماعه، لسه في حاجات برضو على الحبل، وفي حاجات برضو في الغساله، والثبت فيه هدوم برضو مع اني بملى الغساله كل يوم بس ما بتكفيش الهدوم بتاع العيال، مع ان هي مش عارفه 12 كيلو ولا ايه. بحط فيها وبفضل الثبت فيه هدوم، احط فيها وبقول الثبت والله بتاعي، بقول له امبارح انا نفسي اشوفك فاضي، انا نفسي اشوفك فاضي قبل ما اموت. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.